النهارده هنعمل بسكوت حلو قوي. بجد هتتبسطوا جدا من نتيجته لما تجربوه. اوعدكم يعني اوعدكم كمان ان انا هديكم مقادير مظبوطه بالملي. ان شاء الله هتجربوه، ان شاء الله هتتبسطوا وهيعجبكم قوي. يتحط في اللانش بوكس، يتشرب الصبح مع كوبايه شاي، يتشرب بعد الظهر مع نسكافيه. بسكوت رائع رائع بجد. انا عن نفسي مدمناه لان هو سهل قوي، وعلى قد مقداره ما هو حوالي بثلاث كوبايات دي، لكن مقداره بيعمل من 60 ل 65 بسكوته. احنا ممكن نستخدم فيه اي شوكولاته، هو اسمه بسكوت الكادبوري، بس انا هنا مستخدمه شوكولاته دريم بالحليب، ومستخدمه معاها معلقتين من شوكولاته سما. ولو عندك اي شوكولاته ممكن هي شوكولاته قابله للدهن تحطيها، بتدي طعم جميل جدا. وانا دريم بالنسبه لي جميله جدا. ولو عندك اي نوع شوكولاته انت ممكن تستخدميه. يلا بينا نبتدي الوصفه. مبدئيا انا هحتاج في الوصفه بتاعتي كوبايه نصها زبده ونصها سمنه، ممكن تبقى الكوبايه كلها زبده. بس انا بحب خليط قوي الزبده والسمنه لان السمنه بتنعم البسكوت وبتديه طعم. انا طبعا هنا مستخدمه سمنه بلدي، انت ممكن تستخدمي اي سمنه. هحتاج نص كوبايه لبن، سكر بودره. وبعدين ابتدي اضربهم بالمضرب لحد ما يبقوا عندي خليط ناعم ومتجانس قوي. بعد ما بضربهم بالمضرب ضرب كويس بضيف البيضه والفانيليا. طبعا البيضة بدرجة حرارة الغرفة، ويفضل في أي حلويات نستخدم بيض طازة. لازم يكون البيض طازة. يعني الناس اللي بتشتكي دايما من زفارة البيض في أي وصفة، أو الناس، في ناس عندها بجد حساسية إن هي بتشم ريحة البيض في أي حاجة. نبتدي نضربهم مع بعض، وبعدين ابتدي اضيف الدقيق. الدقيق طبعا بتاعي منخول، انا مستخدمه دقيق جميع الاستعمالات. لو عندك طبعا دقيق بسكوت هيبقى احلى. اهم حاجه الدقيق منخول عليه ذره ملح. دول 3 كوبايات دقيق، بس انا طبعا في الاول هضيف كوبايتين ونص بس. نبتدي نعجن. بعجن البسكوت باطراف ايدي، واي بسكوت لازم يتعجن باطراف الايد، ما يتعجنش ما يتدس عليه جامد. هو مش عجينه عشان الدقيق ما يطلعلوش عرق. ببتدي اعمل باطراف ايدي زي ما انتم شايفين كده. الاول بستخدم المعلقه، وبعدين خلاص ببتدي اعجن بايدي، باطراف ايدي. وبعدين خلاص انا كده هحتاج النص كوبايه التانية. كده انا احتجت بالظبط المقدار مظبوط 3 كوبايات دقيق. بعدين بتبقى العجينه كده ملساء كده وجميله زي ما انتم شايفين. لو الدنيا حر قوي تشيليها في التلاجة نص ساعه. لكن لو الجو لطيف وحلو، لا خلاص ابتدي اشتغلي فيها على طول. يعني بتتفرد بأسهل طريقة. باجيب كيس بلاستيك بافرده، أو لو عندك اللي هو أي حاجة شفافة بتفرديها، أو لو عندك أي حاجة بلاستيك ممكن تفرديها. وبعدين تحطي العجينة، بفردها وبفردها بالنشابة، بحط فوق كيس بلاستيك عشان ما تلزقش، عشان البسكوت ما ينفعش يتفرد بالدقيق طبعا. ببتدي بقى أقطعها. أنا عن نفسي استخدمت قطعة الوردة لأن أنا بحب الشكل ده قوي. أي شكل عندك بتحبيه تقدري تستخدميه. بجيب صينية، بملاها بدهنها زبدة. وبعد ما شكلت البسكوت دلوقتي هننقل البسكوت، بس نخلي بالنا واحنا بننقله من الصينية. بننقله الصينية بتاعته علشان خاطر البسكوت بيبقى حساس جدا. يعني نخلي بالنا ان هو لما بيتغيرش مكانه، لو اتغير مكانه شكل البسكوتة بيبوظ. وفي حاجة، سؤال مهم كان حد سألهوني، ان أنا ليه مش بستخدم بيكنج باودر. الوصفة دي أنا مش بحتاج فيها يا جماعة بيكنج باودر خالص، لان الزبدة والسمنة هينفخوا البسكوت حلو قوي. دي حاجة مهمة خالص. يعني الزبدة هتنفخ البسكوت ومش هنحتاج فيه بيكنج باودر خالص. اي وصفة فيها زبدة كتير في البسكوت، يعني ما فيهاش مية، مش بنحتاج فيها بيكنج باودر. المقدار ده عمل لي صينيتين كبار. بتجيب اي حاجة وتخرمي بيها في وسط البسكوت. انا هنا استخدمت المقوار بتاعي، المقوار العادي. خرمت بيه البسكوت. اي حاجة عندك تقدري تخرمي بيها خرمي بيها. وبعدين بدخله الفرن. ندخله على فرن سخن، وبيقعد من 12 ل 15 دقيقة. البسكوت ما يقعدش اكتر من كده عشان يديني اللون الذهبي. بيدخل طبعا على درجة حرارة عالية حوالي 200. مجرد ما بيديني اللون الذهبي بسيب البسكوت يهدى كده، وابتدي احضر خليط الشوكولاتة بتاعي. انا هنا استخدمت شوكولاتة دريم بالحليب، طعمها جميل جدا. حطيتها في طبق مع معلقة زيت، انا حطيت معاها لو عندك اي شوكولاتة قابلة للدهن. انا هنا استخدمت معلقتين من معلقة شوكولاتة سما، اللي هي قابلة للدهن. وباحطها في كيس بلاستيك. المفروض طبعًا تحطيها في كيس حلواني، بس أنا ما كانش عندي كيس حلواني فحطيتها في كيس بلاستيك عادي جدًا، وقطعت الحتة اللي من تحت. وأبتدي أحط في كل خرم من الأخرام دي الشوكولاتة بتاعتي. مش عايزة أقول لِك يعني 4 مكعبين الشوكولاتة هيعمل لِك المقدار ده كله، لأن هو الخرم بيبقى صغنن يعني. وابتدي بكيس الحلواني أحط بطريقة كده، أخلي بالي بس عشان ما ابوظش شكل البسكوت، وأحط فيه الشوكولاتة.
بس وطبعًا كل ما يبقى الخرم عميق شوية هياخد شوكولاتة أكتر، تبقى النتيجة النهائية آمم أنا مش قادرة مش بُصّي أنا بجد نِفْسي إن أنتِ تجرّبي البسكوت ده عشان بجد تعرفي قد إيه هو جميل. هنا بقى البسكوت خلص منتهى الجمال. أنا بجد نِفْسي إن أنتم تجرّبوه لإنه فعلًا رائع. وكده وصفتنا خلصت النهارده. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. ابعتوا لي تعليقاتكم وأسئلتكم في الكومنتات، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان توصل لكم كل وصفاتنا الجديدة. أشوفكم الفيديو الجاي في وصفة جديدة إن شاء الله.